مساء الخير والعافية والجمال على أجمل متابعين. هلا وحبايبي، إذا أول مرة تشوفون قناتي وحبيتوا من محتواي أتمنى تنطوني تعليق واشتراك من إيديكم الحلوة ولايك. حبايبي ليش اللايكات قليلة والمشاهدة زينة؟ أتمنى تنطوني لايك، هو ما راح ياخذ من وقتكم. هنا بنات سويت شنو ريوق للخضار. بديت أحضر، قليت الطماطة والكيك، خليته والجبن وشاي وقمر والحمد لله والشكر وبيض. قليت بيض بالبصل. كلش طيب بنات البيض، احنا ما ناكله اذا مو ببصل، ينطي طعم كلش طيب. وهنا هاي بديت اقلي وخليته مدبس وراشي. كملت كل شي. اخر شي قلت خلنا نصب لنا شاي حتى يتريقون الخضار. بنات هذا اول ريوق للخضار، قلت لكم راح يجينا خضار. هنا بعدها اجيت شنو اخلي ملح للغسالة مالتي لين نغسل بيها الماعين، وشي اكيد عندي خطار فاحتاج كلش الغسالة. فهنا شنو هو قلت لكم تعطيني علامة ان الملح مخلص. بديت خليت لها قلاصين ملح اشتريته، جاب لي بنور الملح وبديت اضيفهن قلاصين. ضفت بس قلاصين، هو قد ما تخليني الملح ما عليها شي. وهذا بديت اخليه ونص وقع بالغسالة بس ما عليها شي. بعدها كملت جيت اسوي كيكة. هنا بنات خليت 3 بيضات وخليت قبق خل. بديت بنات اخفق بيها بهاي الخفاقة الكهربائية مالت الكيك. بس بنات العجانة طبعا تعطي نتيجة اسرع واحسن. فبديت بنات اخلط بيها كل زين من المواد. يعني بنات هاي اذا شوفوا صارت بيضة معناتها هاي بدت عندكم شوي شوي تصير شلون الكريمية، بس هي رايدلها وقت يعني تخفقين بيها. لما تتحول شلون الكريمة هاي معناتها نجحت عندكم. هاي اخر شي ضفت المحسن. بنات انا ما ضفت اي منكهات لان صادر بيها ما متوفر عندي اي شي، يعني اكتفيت بس بالخل الابيض وما قبلت اضيف هيل. قلت لان ما تصير اضيف لها هيل. فهنا بدي اشوفوا بنات اخفق بيها. رجعت كملت بعد ما ضفت المحسن وبديت رجعت اكمل الخفق. لما صارت هيك بنات شوفوا هاي اللي يعني شلون الكريمية. بس هاي بعد تحتاج، يعني مو بس بهاي اكتفيت، لا بعد تحتاج بعد. بنات ضفت زيت نص قلاص. واخر شي راح اضيفه شنو هذا الطحين وخاشقتين نشي وحليب 4 خواشيك. يعني راح ابديهم انخلهم حتى على مود يدخل الهواء. وضرب بيكنج باودر بنات يدخل الهواء بالطحين. فهاي ضرورية، يعني النخل لازم تنخلينه مو على مود اي شي، بس على مود بنات اللي قلت لكم. وخاف يطلع تكتلات مرات بالطحين. هسه شوفوا بنات، يعني انتم جاي تشوفون الحليب عندي بدا طلع بيه تكتلات تجي. فبديت هنا انخض بيه كل المواد. وضفت قلاص ونص بنات تدريجيا بالمي، يعني اضيفن وابدي اخلط اضيفن وابدي اخلط. لما شفت يعني اكتفيت بالثخن مالت الكيكي. وهاي رجعت اكمل بالخلط. هاي شوفوا بنات انا يمي عايفة القلاص اللي يعني تارسته قلاص ونص. وبديت اضيفن شوية شوية وابدي اخلط. وشنو انا بهذا الوقت بنات شعلت الفرن مالت الطباخ وعفته على مود يحتر شوية، لان ضروري كلش تشغلين الطباخ قبل لا تخلين الكيكة وتعوفين النار مشتغلة بس الجوة الفوق. يعني انا بنات اصلا الفوق ما اشغلها، يعني بس بالجوة اكتفيت. هاي بنات النتيجة النهائية. يعني اعطيتكم مقتطفات، انا ما اريد الفيديو يطول عليكم، ولو هو الفيديو صار طويل عليكم بس مي خايف تحملوني. فبنات هنا أنا بديت دهنت القالب بالراشي وبديت اخلي العجينة مالت قصدي الكيكة.
هنا بنات حبيت ارحب بالمشتركين الجدد، حبايب قلبي نورتوا القناة، وان شاء الله تكبر عائلتنا بعد وبعد، ومشكورين على التعليقات الحلوة اللي تريح القلب، والله يجبر بخاطركم نفس ما جاي تجبرون بخاطري، وجاي تعلقون تعليقات حلوة. فتعليقاتكم تفتح النفس بنات، وممنونة من عندكم، والله يوفقكم حبايب قلبي. واهلا وسهلا بالقديمين وبالمشتركين الجدد، نورتوا القناة، مشكورين على تفاعلكم، بس اللايكات قليلة بنات، يعني مشاهدات زينة بس اللايكات قليلة، ما ادري ليش يعني تتأخرون او ما تنطوني باللايك. اللايك بنات هو اللي يرفع الفيديو، وهو اللايك اللي يخلي الفيديو مقترح. هنا بنات شوفوا هاي الكيكة مالتي، ما اجيكم على الطعم والهشاشة مالتها تجنن. هاي بنات شوفوا، هاي بديت يعني اقصص بيه للريوق اللي حضرته للخطار، يعني انتم اكيد شفتوها. هنا بنات عصرية شنو ضرب عندهم الموت رادة وخبز بدهن، كلش يحبونه بنات. وصار بي انا عندي عجين كلش قليل، يعني مالت اللحم بعجين وضامته بالثلاجة، فطلعته قلت لهم راح اسوي لكم، سويتهم هيك بنات صغار يعني. وهنا هذا الغدا للخطار، سويت زلاطة وخضر حضريت وتشريبه ورقي ها. وهاي سويت مرقة بامية بالضلوع، واللي ضفت لها بنات لي يعني طبختها بلية همه، انطاها طعم كلش طيب. وهنا طبخت التمن همه، وبديت احضر السفرة، وخليت الحبشكلات هاي مالت الغدي كلها، بس التشريبة رديت لما يجون قلت يقعدون، قلت خلنا ناخذ لكم لقطة هيك قبل لا يجون، وقلت اخليهم ورق. هنا بعد ما راحوا خطاري شنو بلشت انظف بالبيت. اول ما بلشت بالغرفة قلت خليني مسحت الاخشاب، غسلت المدياسات بنات ويبسن بسرعة صادت بيها ورجعتين، لان الجو كلش حار. وما قلتلكم على الكهرباء شلون لوعونة تلوع، ما ادري هم هيك، بس هسه صار تقريبا البارحة واليوم لا الحمد لله والشكر نعمة، يعني الكهرباء رجعت تحسنت، ما قلتلكم وين تطفى بس رجعت تحسنت والحمد لله والشكر. والنوبة يلتمون علينا بالمي وبالكهرباء، يعني شلون كأننا ما متفقين. بنات صدق هذا الشهر ايش قد خذ من عندكم ابو السحب، يعني هم 8 لو اكثر، ما اعتقد ياخذون 8 لان كلش هواي يعني طفوا الكهرباء هذا الشهر، وبعد ما اعرف. فاحنا بعدنا ما دافعين يعني ما ادري بعد شوي يعني هيك تقريبا يودون فلوس السحب، مو نعرف ايش قد ياخذ ابو السحب. وهنا قلت لكم بلشت اكنس وكنستها، لان قلت هي مو كلش يعني صد بيها، بس مسحت الاخشاب وشريت هاي مفرش مالت الميز المراية، صد بيها. مسحت الكاشي هم من بنات اعطيته مسحة، يعني اعطيتكم هسه مقتطفات بعدها. يعني خليت بخور بالغرفة وطفيت القلوب، وين طلعت للمطبخ وما قلتلكم على المطبخ. هاي المدياسة صادف بيها شلتها نكتتها، لان انا غسلتها قلتلكم، بس هاي غسلتهن وشريتهن وصل بيها دخلت المطبخ، بس ما قلتلكم كل ساعة يلعبون بيهن. وقلت خليني صد بيه الاكل ضميته، والمواعين غسلتهن صد بيها، ومسحت الكاونتر كله يعني نظفته، وقلت اخر شي بقى عندي بس الكنس. وهاي بلشت هم اكنس المطبخ، قلت وبعدها اروح للاستقبال هم اكنسه اشوفها شنو ما شنو. اي وبس ما قلتلكم بنات التعب يقرأ الف، يعني بيومها والله عاشق قلت ما بيه، يعني من قد التعب. يعني تعرفون بنات الخطار يعني لازم يعني تكرمه، يعني شكلك مو مثل البيت، يعني على كل شي تخلي يعني تسوي له وتحط له وتجيب له بعد كلكم، يعني انتم تعرفون لازم تكرم الخطار، حتى يعني تبيض نفس ما تقولون وجهك قدام الخطار وترحب بيه. والخطار بناتي اذا دخل يدخل الخير وياه، والشر يطلع.
فبنات كلش حلو من يجي الخطار للبيت. بس قلت لكم شوية يعني أنا صار بيها كنت كلش تعبان، وحتى تأخرت عليكم ما نزلت فيديوهات، فقلت هنا لا كافي خلنا ننزل فيديوهات حتى لو أنا شوي تعبانة وهاي، بس لازم أنزل فيديوهات يعني للبنات. حبايبي أتمنى من عندكم هذا الفيديو يكون ترفعونه إلي وصادونه إلي باللايكات حبايب قلبي، وممنونة كل من يخليلي والله يجبر بخاطركم كل من يخليلي اللايك حبايب قلبي. وبنات هواي يقوللي نزلي فيديوهات دائما، حبينا قناتك حبايب قلبي وأنا أموت عليكم والله العلي العظيم. بنات تعودت على قناة، أنا أول ما فتحتها خلنا أحكيكم الصراحة، أول ما فتحتها يعني قلت استرزق من عندها، يعني كنت ما أعرف يعني شفت القنوات هاي الصاعدة فقلت خلنا استرزق من عندها. بس بعدين من تعمقت باليوتيوب ودخلت وشفت أول شي إحنا قنواتنا صغيرونة ومو مثل هاي، لا تجينا دعم ولا تجينا إعلانات ولا تحصلين أي شي، يعني هسه أنا لحد الآن ربع دينار ما محصلة من عندها وكله، وأقولن الحمد لله والشكر. أنا أهم شي أنتم، وأنا ما متأملة من عندها أي شي أحصل من عندها، بس أنا حبيت بنات القناة، تعلقت بيها القناة يعني ما أعرف يعني أي شي أسويه أرد أشيل الكاميرا أفتحها وأصور الكم في أي شي. يعني قلت لكم أنا حبيت القناة وحبيت أسولف وياكم وأحكي وياكم، ورغم أنا ما أعرفكم يعني بس أحبنكم بدون ما أعرفكم وما أشوفنكم ولا أعرفكم انتم منين، بس أحبنكم يعني أحسن يعني تفاعلكم وتعليقاتكم، يعني ما أدري ليش أحبنكم هواي قلت أحبنكم، بس صدق بنات هاي الحقيقة والله الله شاهد علي. فهنا بلشت شنو جيت من الاستقبال، نكدت التخم ورديت المفارش، شفتوه بنات كل اللي لقيتوه هوسي، وصل بي الفراش هم شلته مالت النوم مالت الخطار، ورجعت الكوشايات وراح أبدي أكنسها وأمسح الطبلات. وها هي بعد ما عندي شي، بس التعب بيومه يقرأ ألف والله بنات، لا إيدينا على قولتها أي الركب أي مفاصل. الحمد لله والشكر على كل حال. يقولون بنات شنو ومنو عده طالب السادس شنو بشرونا، نجاح يا رب العالمين، النجاح والتوفيق لجميع طلابنا إن شاء الله، كل الطلاب ينجحون ويفرحون أهاليتهم. تعب هاي مال سنين بنات، أنا ما مجربة يعني هالشعور مال لأن أنا جهال صغار ما عندي واحد بالمدرسة شو اسمه، بس أحسن يعني أحسن يعني الأم والأب مثل بالدراسة يعني كله أقول خمسين ما عندي واحد أدرسه، يعني باجي عقبه هم هيك يحترق قلبي وهم أفكر وهم يعني أشوف أنا صديقاتي هواي يعني عندهن قنوات متابعتهن عندهن وخطية دائما يعني أحسن بيهن، فالله يساعد أولياء الأمور إن شاء الله والتوفيق والنجاح لكل الطلاب. هنا بنات كملت وأنا دوختكم وياي نفس وحدة ما أدري كاتبة، لا ما أعتقد إيه كاتبة دوختيني، ها إيه إذا دوختك أنا حبيبتي فما قالت لي شو تبغى بالفيديو خليه طلعي إذا ما يعجبك عادي تقدرين يعني بيش اسمه طقين وتطلعين أصلا من الفيديو. بس أنا بنات والله قلت لكم أنا أحب أن يعني أصور لكم وأنشر لكم، يعني لو راجعة إلي وما عندي شوية جهال وتعبون والتصوير رايد له وقت والمونتاج رايد له وقت والبيت مناني، والله أصور لكم يوميا وأنزل لكم. منية كاتبت لي فدوى عمرها كاتبت لي أتمنى أشوفك يوميا تنزلين حبيبتي، وأنا بدلي والله بس أنا ما أقدر، يعني هاي كل يومين يا دوب أقدر أنزل فيديوهات. هنا آخر شي بعد ما كملت الكنس
قلت خليني امسح البراد لان من الايدين مال الجهاز تعرفون يلزمونه، فقلت خليني امسحه وراح امسح الطبلات وبعد ما عندي اجي. فهنا كملت. وقولونا بنات شنو اخبار الوطن يمكم، شلون هي، زينة مو زينة المي. وهنا بلشت هم امسح بالطبلات هذني، وراح اخر شي امسح الميز اللي بلازمه، ورشيت صار بيها هم بنات. حتى الزرعة مالتي ناسيتها، ما تعرفون قلت لكم اذا يجي خطار يعني ان تعرفون يعني واحد يلتهي بالمطبخ، فحتى زرعتي يعني لقيتها بادية الصفر يعني. واخر شي هاي بنات شوفوا عندي هذا الطباخ بنات، شوفوا دائما انتم شايفينه اظن هذا ما يوقع، هو مالت الطباخ البلاد. وبدلي ما ادري احسه شلون الزنجر هيج او ما اعرف شنو. فبديت قلت جبت له هذا عندي زايد، وبديت غلفته يعني غلفته منه ومنه، فطلع كلش حلو بنات واحسن وارتب.